بنتابع ما يحدث في مباريات الدوري المصري الممتاز وما يحدث لنادي الزمالك خاصه في ملف التحكيم والاخطاء التحكيميه، وكلنا عندنا يعني حسره كبيره ان الكلام ده بيحصل مع نادي مصري وطني صاحب تاريخ كبير جدا وصاحب قاعده جماهيريه عظيمه جدا، ونادي له شعبيه وتاريخ مش في مصر بس بل في الوطن العربي وفي العالم كله. بفكركم ان نادي الزمالك جزء كبير جدا من تاريخ الرياضه المصريه، مش من تاريخ كره القدم فقط. نادي الزمالك باخلاص جماهيره وباخلاص اولاده قدر ان هو يكون واحد من اهم الركائز الاساسيه في تاريخ الرياضه المصريه اذا لم يكن الاهم، والتاريخ بيقول كده. نادي الزمالك قدم للمنتخبات الوطنيه على مر التاريخ اهم وابرز لاعبي المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب مش في كره القدم فقط. فالنهارده ان احنا نوصل ان احنا بننافس وبنصرف فلوس وبنستثمر وجمهورنا بيتحرق دمه، وفي النهايه يبقى فيه اخطاء. احنا عارفين ان الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه وجزء من الرياضه وجزء من كره القدم، ولكن لما يكون نادي الزمالك هو اكبر المتضررين خلال الموسم يبقى احنا في مشكله كبيره. احنا النهارده وبناء على تحليل كل الحكام الدوليين والخبراء التحكيم الدوليين اللي سالناهم، نادي الزمالك النهارده وانا بتكلم معاكم كان المفروض يبقى على قمه الدوري. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام، انا حزين ان الحكم ساعد نادي الزمالك ان هو يرجع للماتش مره ثانيه، وبقول تاني لنادي الزمالك مبروك النقطه. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك اللي شغاله واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه وناقلين الكلام ده للجماهير عن طريق الاعلام الزملكاوي، نادي الزمالك هيفضل بياخد بطوله الدوري كل 6-7 سنين. في كل الاجيال التي تم تدميرها بنجاح داخل الزمالك كانت بايد اولاد الزمالك. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وبتتكلم على المظلوميه وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز، ده احنا الحكم، ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه، لكن انا فعلا شايف انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما ده اللي بقول عليه. اكسكيوز يا عم، اسهل حاجه ده احنا نادي مظلومين وبتاع. لا، وانا بدرب الزمالك تمام كنت بقول كلام للحكم يعني ايه، مش عايز اقول لك ايه، عايش في السجن تمام. يعمل نفسه ايه، مش واخد بالي. وانا ماسك وادي دجله عيني مثلا ولا المقصه ولا بتاع، اقسم بالله ده اقول بس والله العظيم والله مره قلت الحكم البنا تمام، قلت له مره يا كابتن حرام عليك اللي انت بتعمله، انا عملت لك ايه؟ راح مديني الاحمر. اقسم بالله انه قرب مني راح مجزعلي وراح مديني الاحمر. قلت له تقدر تعمل معايا كده وانا بدرب الزمالك؟ تخيل حضرتك لو انت بكره الصبح بقيت رئيس نادي الزمالك وداخل بتصلح، انت بتصلح حاجات ماشيه غلط بقى لها 40 سنه، حاجات بقى لها 30 سنه، من هيكله اداريه، موظفين، نظام شغل، عقليه، منتاليتي. لعيب لسه داخل، لسه اول مره يخش نادي الزمالك، وانا فاكر كويس قوي كان فرحان جدا ان هو جاي الزمالك. فجاله لعيب كده، لعيب كبير في نادي الزمالك يعني، قال له ايه؟ قال له يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ده احنا كلنا عايزين نمشي من هنا. واحد من كباتن الزمالك، احنا كلنا بنهرب من هنا، ايه اللي جابك؟ فالواد يا عيني بصيت في وشه الفرحه، لا الفرحه اللي كان هو داخل بيها الزمالك مره واحده خلاص. الواد ده هيلعب تاني ازاي؟ اللعيب ده ما لعبش في الزمالك. الزمالك كل 7-8 سنين بيقدر يبني جيل بمدرب يقدر بعديها يكسب الدوري 5-6 سنين ورا بعض. ما بيحصلش، يتم هدمه عن عمد. وانا ما بقولش ان بيتم هدمه من بره النادي، لا انا مش بتاع الكلام ده، من جوه النادي. كابتن جوهري لما جه
عمل منظومه في الزمالك جامده جدا. كابتن جوهري بقى حكي لي الكلام ده بنفسه. تم محاربه كابتن جوهري من نفس الشخص اللي حارب ديف ماكاي. حاربين. ايه هو شخص واحد؟ لا شخص بشلته. شخص بشلته. طب والشله دي ما زالت موجوده؟ ما زالوا موجودين. لا بتهزر. لا دلوقتي شله عميقه جدا. جدا جدا. ادوا الزمالك العداله ونفسوا على المركز الثاني. ده كلام محمود الجوهري، اعظم مدرب في تاريخ مصر، الله يرحمه. شكرا. عليه احنا النهارده بنلعب الزمالك والتحكيم بصراحه. الشوط الاولاني كرة الجول مش اوف سايد 2 متر. كابتن ايمن قدامه وحسب اوف سايد. الفاولات كلها اللي بيحسبها علينا الشوط الثاني اللي منها دخل الجول ما فيهاش ولا واحده فاول. دخلت بين الشوطين بقول للحكم حرام عليك يا كابتن، الكرة مش اوف سايد 2 متر، حرام يا كابتن ايمن طردني وطلعني بره. هو يقول ان هو طردني ليه؟ لو في لفظ سيء يعني انت بتتكلم بشكل عادي. لو في لفظ سيء طلع من بوقي انا مستعد يعني ما اقعدش في المدرج اروح بيتنا. لكن يا جماعه ما ينفعش. بقول لنادي الزمالك كابتن محمد صلاح مبروك النهارده النقطه من وادي دجله. النتيجه الطبيعيه 4-1 لوادي دجله.